انزعجت انه عراقيين يطلبون الرصاص على رئيس. رغم مرور أكثر من 5 سنوات على إعدامه، تبث صور جديدة عن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في جلسة التحقيق الابتدائي مع القاضي رائد جوحي، تظهر المشادة الكلامية بين القاضي جوحي وصدام حسين حول القانون وطريقة استجوابه. خلينا نتكلم مثل ما تكلم، مو مثل ما تريد. لا تتكلم في ضوء السؤال. لا تكلم، لا تكلم طالما انك تضغط علي بطريقه غير قانونيه. متى اضغط عليك؟ مش وقت ما تضمن لي الطريقه القانونيه الصحيحه وتكون حيادي في نظرك وتصرفك، ذاك تتكلم. ويحاول القاضي استجوابه حول جريمة الجيل التي حكم فيها بالإعدام، ويشرح فيها صدام حسين كيف جرت عملية الجيل، وينفي علمه بالأجهزة التي اشتركت في اعتقال الأشخاص الذين استهدفوه، ما أثار استغراب القاضي وتساؤلاته. من كان المسؤول الجهاز المسؤول عن التحقيق مثلا بعد الحادث؟ ويظهر الفيديو الجديد اعتراض صدام حسين على طريقة سوقه إلى التحقيق وإخراجه منه. نيفين أفيوني، العربية.